السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كلنا في المدارس دي عايزين حاجة نستخدمها على الشعراية، تهدي الشعراية كده وتنعمها وتطريها معانا، بدون ما نقعد بنغسل وهم رايحين المدارس. طبعا مش هتمسكي بنتك الصبح تحميها وكده وتغسلي لها شعرها في الجو البرد دوت. فانا جايبه لكم ليف ان. تمام اهو، عشان بس الناس ما تتكلمش. وطبعا انا مش عارفه الظاهر ولا ايه، بس انا مستخدمه منه يعني. وده الفاضي انا استخدمته قبل كده لاني جميل، ما بقدرش استغنى عنه. طبعا لتسريح بنتي، دي حاجه زي البلسم، شبيهه بالبلسم كده، بس هي يعني ايه، خفيفه شويه عن البلسم. طبعا زي ما قلت لكم احنا مش عايزين نلبك الشعر، وعايزين حاجه تبقى خفيفه كده وشبيه، يعني اتقل من البلسم، حاجه بسيطه مش اخف، لا هو اتقل من البلسم. وبتحطيه، ما بتغسلوهوش، بتحطيه على شعر يكون مترطب، يعني يكون مبلول، حاجه بسيطه كده. ما بتحطوش على فروه الشعر، تمام؟ اتجنبي، انت بتحطيه بس على الشعرايه نفسه. هو هنا مكتوب لك اغسلي شعرك جيدا بالشامبو بعد غسل الشعر وتمشيطه. خذي كميه منه. مكوناته زيت الافوكادو وزبده الشيا. فطبعا احنا عارفين زبده الشيا وعارفين زيت الافوكادو، حاجه ما شاء الله. بيفضل بقى شعرك رطب كده، بتدلكي الشعر بيه، بيفضل شعرك جميل ورطب، وحاسه ان حاجه طري كده، وبتسرحيه لبنتك بيبقى تحفه والله العظيم وهي ماشيه. وحتى بعد ما بينشف بيخلي الشعر كده خفيف، فاهمه؟ يعني اللي شعرهم هايش بيحس ان في شعرهم هايش كده وفي حاجات واقفه في الشعر، لا ده بيخلي الشعر كده خفيف وطري وناعم كده. سعره تقريبا كان 150. طبعا هو في سيرم طبعا بيتحط معاه، بس انا ما بستخدمش السيرم، انا بستخدم الليف ان ده بس. جميل. طبعا هتحطوا لاطفالنا من سن كام؟ من سن 3 سنين، ما تحطوش اقل من كده، تمام؟ من سن 3 سنين يعني بيروح الحضانه ويروح المدارس بتحطيه عادي. بيقعد على الشعر على فكره فتره، بيقعد حكايه اسبوع، 5 ايام، 4 ايام، ريحته بتبقى جميله، الريحه بتاعته ما بتروحش من الشعر، بيطر الشعر بتاعك. اهم حاجه ان الشعر يكون مندي، لو حطيه على شعر ناشف برضه هيبقى تمام، مفيش مشكله، بس الشعر مندي فبيديكي النتيجه يعني فاهمه احسن. انت لو شعرك ناشف وعايزه تحطيه، انت اول ما بتحطيه على شعرك بتحسي ان انت غاسله شعرك، فاهمني؟ بتلاقي الشعر كده يعني كانه فيه ميه. وما تحطيش كميات كبيره، لان هو اساسا بيبقى عامل زي الشامبو لما بنحطه في الشعر. آه لو جربتيه هتدعيلي بجد، لان انا اساسا ما بستغناش عنه، وبنتي بتقعد تعيط قبل ما تروح المدرسه حطي لي يا ماما منه. بيبقى جميل بعد ما بينشف في شعرها ما شاء الله تبارك الرحمن، بيبقى حاجه كده تانية. بينفع لكل انواع الشعر، شعرها ناعم، اللي شعرها هايش، الشعر الكيرلي، ولو سالتوا دكاتره عليه هيقولوا لكم الكلام ده. بينفع لكل انواع الشعر، والقوام بتاعه خفيف. بس انا طبعا مش عشان الجوانتي وكده، انا ممكن اخد لكم حاجه بسيطه بس منه اهو. القوام بتاعه خفيف خالص، شايفين؟ زي الكريم كده. وريحته والله العظيم جميله جميله جميله. واديني وريتكم ان انا قبل كده انا مستخدمه واحد وخلص، وادي التاني. انا حتى ولادي الولاد يا ماما احنا هنحط منه. فلو عايزه تجربيه طبعا عشان تسريح المدارس، وعشان كده هينفعكم جدا، وهتدعي لي باذن الله لما تجيبيه. واتمنى بقى ان انتوا تحطوا لايك للفيديو.